بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم الله أكبر وقد دنت بشائره وارتفعت مناهره، يترقب المسلمون في جميع الأرض هلاله، يفزعون فيه إلى الله جل وعلا بما شرع من الطاعات وبما حكم من العبادات، تعرضا لنفحاته واستجابة لأمره وطلبا للغفران وسترا للعيوب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله جل وعلا صيامه على خير خلقه وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه في السنة الثانية من هجرته، ثم ما زال صلى الله عليه وسلم يصومه حتى وفاته، ثم صامه المسلمون من بعده. فأعظم ما يقع في شهر رمضان من العبادات هو صيام ذلكم الشهر عطفا على الصلاة المقررة في الحياة كلها. جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إن التاريخ كله لم يشهد ولم يقع فيه أن أحدا صام لغير الله، ولهذا يظهر والعلم عند الله أن المعنى الحقيقي لقوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أنه عبادة لا يمكن أن تقع لغير الله، ولهذا اختصها الله جل وعلا لنفسه وأضافها تبارك وتعالى لذاته العلية إضافة تشريف. لا يتصور أبدا من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يعمد إلى يوم من أيام هذا الشهر المبارك، يعمد إلى فطره من غير عذر لا سفر ولا مرض. تسحر نبيكم صلى الله عليه وسلم قريبا جدا من صلاة الفجر وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. يتسحر المؤمن حتى يتقوى على طاعة الله، وهو لا يمتنع عن الطعام امتثالا لأمر طبيب ولا تقربا لحبيب، وإنما يصوم رغبة فيما عند الله من الأجر وامتثالا لما كان من الله من الأمر. أفطر نبيكم صلى الله عليه وسلم على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، ثم يفزع صلى الله عليه وسلم ويقوم إلى الصلاة. وأخبر أنه في الحديث القدسي أن الله يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. إن المؤمن يمتنع عن الأكل والشرب وما أباحه الله له من الجماع وهو يقدر على ذلك كله رغبة فيما عند الله من الأجر وامتثالا لأمر ربه. فإذا انقضى وقت الأمر الإلهي وانتهت المدة التي حددها الله وأمر بنهايتها، فزع المؤمن إلى الطعام والشراب يظهر إلى الله جل وعلا فقره ويقول لربه بلسان الحال: ما أحوجني إلى الطعام والشراب وإلى فضلك، وإنما امتنعت عنه لما أمرتني، فلما أبحت لي أن أأكل أكلت. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي صلوات الله وسلامه عليه، والخير كل الخير في هديه واتباع سنته وامتثال أمره ولزومه. أكثر نبيكم عليه الصلاة والسلام من الصدقة في رمضان، خاصة إذا لقيه جبريل يكون أجود ما يكون، أجود من الريح المرسلة. وقد جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله الصدقة، قال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أقص بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلنه. قال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟
قال إذن أبا حفص لأمضينه. قال عمر وإن مضيت يكون ماذا؟ قال إذن أبا حفص لتسألنه يوم تكون الأعطيات جنة وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة، جعلني الله وإياكم من أهل جنته. العمرة في رمضان أيها المؤمنون مرغب فيها شرعا. قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية لمسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلوات الله وسلامه عليه. فالاتيان بها في رمضان قربة وأي قربة، لكن لا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق ولا يتعرض لأذى الناس إذا أدى العمرة، وإنما يؤديها طلبا من الله مغفرة وسعيا إلى نيل رحمة أرحم الراحمين جل جلاله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن أيها المؤمنون كتاب الله أنزله الله بواسطة خير ملك على خير نبي في خير ليلة من خير شهر. يتعبد المؤمن ربه جل وعلا بتلاوته وتدبره والعمل بما فيه والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه. يفزع إلى أمر القرآن فينفذه ويرى نهي القرآن فيعرض عنه، كل ذلك خوفا من الله وفرطا وامتثالا لأمره وطلبا لما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب. يقرأه المؤمن في صلاته وفي غير صلاته ويتدبره ويعرف معانيه حتى يكون إلى الله أقرب ومن الله أدنى، إذ لا نسب بين الله وبين أحد من خلقه، ولكنه العمل الصالح، ومن أعظم العمل الصالح تدبر القرآن. قال الله جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. كتب الله لي ولكم هذا المقام الرفيع. وكما أن رمضان شهر القرآن فرمضان شهر القيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة الليل كنز الأبرار وموئل المتقين الأخيار، يتعبدون الله بها العام كله، فإذا كان رمضان عظم اجتهادهم وكثرت طاعتهم وزادت صلواتهم. وشرع لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، ابتدأ سنيتها 3 ليال أو 4. كان في حياته ما زال الوحي ينزل، فخوفا وشفقة على الأمة أن تفرض عليهم هذه الصلاة امتنع صلى الله عليه وسلم عن الخروج، لكن الناس كانوا يصلونها أرسالا. وفعلوا كذلك في أيام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وصدرا من خلافة أمير المؤمنين عمر. فدخل عمر المسجد ذات يوم كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر دخل المسجد فوجد الناس يصلون التراويح أرسالا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو المحدث الملهم المتبع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أكمل. فجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، ثم دخل المسجد فإذا الناس يصلون بقارئ واحد، فقال رضي الله عنه وأرضاه: نعمة البدعة هي، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. أي لو كانت هذه الصلاة في آخر الليل لكان أكمل. وربما فعلها عمر في أول الليل شفقة على الضعفاء وكبار السن ومراعاة لأحوال المسلمين. عباد الله، إن من الغفلة كل الغفلة
أن يجعل الإنسان من أيام رمضان ولياليه كأيام العام كلها وليالي العام كلها، لا يغير من حياته شيئا، لا يتقرب إلى الله بتوبة، ولا يعزم أبدا على قراءة القرآن، ولا يرى في المساجد لا في صلاة تراويح ولا في غيرها. كل هذا والعياذ بالله من الغفلة والراحة على العبد. نسأل الله لنا ولكم العافية. فلا بد من إخلاص النية وعقد العزم وإقامة العمل والصبر والمصابرة في ذات الرب تبارك وتعالى، طلبا للأجر ودفعا للوزر وإرضاء للرب جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلوات والسلام: الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن من الذنوب. فاجعلوا من أيام هذا الشهر المبارك فرصة سانحة لتقوى الله جل وعلا حتى تغفر ذنوبكم وتستر عيوبكم، وكلنا جميعا ذو ذنب وعيب، نسأل الله الغفران وستر العيوب كلها. أكثروا من الدعاء في شهركم هذا، فإن الله جل وعلا ذكر الصيام وفضله، ثم ختم الله تلك الآيات الغرر بقوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واعلموا عباد الله أننا جميعا لنا ذنوب نحب من الله أن يغفرها، ولنا عيوب نحب من الله أن يسترها، ولنا آمال نحب من الله أن يحققها، ولنا ديون نحب من الله أن يقضيها، ولنا مخاوف نحب من الله أن يؤمننا منها، وكل ذلك لا يعطيه ولا يدفعه إلا الرب تبارك وتعالى. فعلقوا بالله أنفسكم واحمدوا الله كثيرا، وابدأوا الدعاء بالكثرة الثناء عليه، فإنه لا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. ثم صلوا بعد حمدكم لله والثناء عليه على نبيكم، ثم تقربوا إلى الله بصالح الدعاء ملحين موقنين بالإجابة، لعل الله أن يجعلنا وإياكم من اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء، شيبا وشبانا، كبارا وصغارا، قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجاء واحدا ودعاء واحدا. يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.